صغري وأنا باسمع أنت حُر، أنتِ حُرة، ما لكيش دعوة، كل الحاجات دي، صياح الديّة كان ما بيطلعش إلا في الفيديوز فهو كده. فنرجع لموضوعنا اللي هو أنت حُر، أنا حُر، كل الكلام ده. ف وأنا صغيرة خالص في سَتّة ابتدائي أخدت درس كده كان بيقول الحرية، أنت حُر ما لم تضُر، كان اسم النشيد كده وحفظناه عشان نروح نسمّعه في الامتحان والحاجات دي كلّها. بس فعلًا أنا عمري ما فكّرت في مفهوم الحرية إلا مؤخرًا جدًا، قعدت أفكّر يعني إيه حرية؟ وأكيد الحرية limited جدًا وبتتوقّف عند إيه؟ فأنا اكتشفت ووصلت لحاجة كده إن هي الحرية إن الإنسان يكون حُر في قراراته وإن هو يكون بيقدر إن هو ياخد الحاجة منّه لنَفْسه، وهي إن يكون عنده الصح وعنده الغلط وهو ياخد الصح بمزاجه، ويسيب الغلط بمزاجه، دي الحرية. لكن فكرة إن أنا أتّبع حد أو إن أنا أمشي ورا حد دي صفة العبيد، يعني بجد إن أنا أتّبع حد طول الوقت وأمشي في عصفورة هنا it's so nice إن أنا أمشي ورا حد دايمًا وأتّبعه وأسيب نَفْسي للحاجات دي كلّها، باحس إن الكلام ده مش منطقي، باحس إن دي صفة عبيد، عبيد مكبوت، عنده كَبْت رهيب جدًا ومش قادر إن هو يبقى حُر ومش قادر إن هو يبقى طليق. لكن الحرية بتبدأ لمّا أنا يكون عندي 2 options وباختار حاجة، مش إن أنا حُر باختار حاجة واحدة أو إن أنا يكون حد بيفكّر لي أو حد بيقرّر لي، طول ما حد فكّر لي وحد بيقرّر لي، فأنا ما وصلتش لمرتبة إن أنا عندي حرية أو عندي حرية شخصية أو حرية إنسانية بمفهوم العام يعني.